في زمان الجهاد، وقد أضلنا زمان الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعة. الصحابة كانوا يتسابقون عليه. هو احنا الفقر اللي احنا فيه الا بسبب ترك الجهاد؟ كنا لو كل سنة عمالين ناخده مرة ولا 2 ولا 3 مش كان هيسلم ناس كثيرون في الارض؟ واللي يرفض هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة الناس مش بنقاتله وياخذوا اموالهم واولادهم ونسائهم، وكل دي عبارة عن فلوس. كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جيبه مليان. ليه؟ معاه 2 3 شحطة و3 4 نسوان و3 4 اولاد، اضرب كل رصب 300 درهم ولا 300 دينار ولا حاجة، تراجع بمالية كويسة. لو هو راح عشان يعمل صفقة تجارية في بلاد الغرب عمره ما يعمل الاموال دي، وكل ما يتعذر ياخد راس يبيع ويفك ازمته ويبقى له الغلبة. ومش كده بس، ده هؤلاء الذين صاروا أسرى منهم من سيسلم، وهو أدخل أناسا آخرين في دين الله عز وجل وظهرت كلمة الله عز وجل، وياخذوا أموالهم وأولادهم ونسائهم، وكل دي عبارة عن فلوس. وقالت الصناديق للدين نعم يا حبيبي، نعم